السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتكلم على قصة العالم كيث مور. وهذا العالم الكندي كيث مور يعد واحدا من أبرز علماء التشريح والأجنة في العالم. له رحلة علمية مرموقة عبر العديد من الجامعات. ترأس العديد من الجمعيات العلمية الدولية مثل جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا ومجلس اتحاد العلوم الحيوية. كما انتخب عضواً في الجمعية الطبية الملكية بكندا والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح وفي اتحاد الأمريكيتين في التشريح. ما قصة هذا العالم غير المسلم الذي بعد قراءته للقرآن الكريم اكتشف حقائق علمية خلال سنوات الثمانينات وأعلن إسلامه، وخاصة بعد قراءته للآيات التي تتناول تكوين الجنين والتي سبقت كل العلوم الحديثة. أعزائي الكرام، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد، وشكرا على دعمكم وتشجيعاتكم. كيث مور يروي قصة إسلامه قائلا: دعيت إلى حضور المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي الذي عقد في موسكو أواخر السبعينات، وأثناء استعراض بعض العلماء المسلمين للآيات الكونية وبالتحديد قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سورة السجدة الآية 5. استمر العلماء المسلمين في سرد آيات أخرى تتحدث عن تكوين الجنين والإنسان، وركزت الاستماع نظرا لشغفي الشديد لمعرفة آيات أخرى من القرآن وبشكل أوسع، وكان لتلك الآيات ردا قويا على الجميع، وكان لها وقع خاص على نفسي، حيث بدأت أشعر بأن هذا هو الذي أريده وأبحث عنه منذ سنوات طويلة من خلال الأبحاث وباستعمال التكنولوجيا العصرية. لكن الذي جاء به القرآن كان شاملا وكاملا قبل التكنولوجيا والعلم. ويضيف: تحول المؤتمر بعد ذلك إلى مشهد إنساني مؤثر عندما وقف أحد العلماء الروس ليشهر إسلامه تأثرا بالآيات القرآنية. وكم كانت الفرحة عارمة للجميع حينما خرج من خلف الغرفة الزجاجية 4 مترجمين لم نرهم ولم نحادثهم على الإطلاق، بقدر ما كانوا يقومون بعملية ترجمة من العربية إلى الروسية والعكس، وأخذوا يرددون بصوت واحد: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل إنني علمت بعد ذلك بأن 37 عالما روسيا أعلنوا إسلامهم بمجرد رؤيتهم حلقات المؤتمر التي كان يبثها التلفزيون الروسي على الهواء مباشرة في ذلك اليوم. ذهول الجميع ويتابع. وقف الجميع مذهولين أمام تلك الشهادة الجماعية للمترجمين بعد أن دخل الإيمان قلوبهم، وأحسست حينها أن قلبي أنا الآخر بات قاب قوسين أو أدنى من أن يخرج بكلماته التي سأسلم فيها مباشرة. لكنني لم أكن في تلك الفترة نظرا لظروف اجتماعية مستعدا لإعلان إسلامي، وفضلت انتظار الوقت الملائم، ولم أستطع تمالك نفسي حتى بدأت أقول للجميع: إن التعبيرات التي تفضلتم بها وأوجزتم فيها تكون الإنسان لتبلغ من الدقة ما لم يبلغ العلم الحديث، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرآن لا يمكن أن يكون إلا كلام الله وأن محمدا رسول الله. وقبل أن أختم حديثي التفت إلي عالم مسلم وقال لي: إذا فأنت مسلم؟ فقلت له: ليس بعد، لكنني أشهد أن هذا القرآن هو كلام الله. فرد علي بالقول: إذا أنت مسلم لكنك لا تعلم ولا تدري. فأجبته على الفور: أنا لست بمسلم الآن، لكنكم لا تتعجبوا إذا ما سمعتم يوما ما أن كيث مور أعلن إسلامه
ودخل في دين الله. ويوصل حديثه قائلا: بعد انتهاء ذلك المؤتمر عدت إلى موطني وانزويت إلى دراسة معمقة للقرآن الكريم، خاصة فيما يتعلق بالآيات التي تتمحور حول دراسة تكوين الإنسان، ومنها قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون، الآيات من 12 إلى 14. حتى دعيت من جديد لحضور المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني الذي عقد بالقاهرة عام 1986، وهناك أخذ الجميع في مناقشة حول دراسات الخاصة بالأجنة إعجاز القرآن. وحينها أخذت أقول: إنني أشهد بإعجاز القرآن الكريم وإعجاز الله تعالى في خلق كل طور من أطوار الإنسان، ولست أعتقد بأن محمدا أو صلى الله عليه وسلم أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين، لأن هذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين. في محاضراته المتلفزة صرح الدكتور كيت مور أن وصف القرآن للجنين مدهش ومطابق لما تم اكتشافه حديثا. هذا الوصف لا يمكن أن يكون مبني على معلومات القرن السابع نظرا لقلة المعرفة حول الأجنة في ذلك الوقت وأمية محمد وعدم تلقيه للعلم. التفسير الوحيد العقلاني أنه وحي من عند الله. وأريد أن أذكر على أن كل شيء قرأته في القرآن عن نشأة الجنين وتطوره داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء الأجنة، خاصة وأن المراحل السبعة التي ذكرها القرآن في الآية السابقة هي ذاتها المراحل التي أثبتها علم الأجنة والتي تنطلق حتما من القرآن الكريم. وبالتالي أعلن أمامكم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد ذلك واصل كيت مور دراسته العلمية وتعمقه في دراسة القرآن. كان لمؤلفاته العلمية تأثير كبير في نشر الإسلام والدعوة إليه في الأوساط الغربية كافة، حيث عرف كيت مور باعتقاده أن آيات القرآن المتعلقة بعلم الأجنة تقدم دليلا على أصله الإلهي. قال في مقالة كتبها أن إشارة القرآن إلى تكاثر الإنسان ونموه متناثرة في القرآن، وأن تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بتكون الإنسان لم يكن ممكنا في القرن السابع الميلاد ولا حتى منذ 100 سنة. أكد مور أن مقاله القرآن عن نمو الإنسان يجهل من الواضح أن أصله إلهي قائلا: هذا يثبت لي أنه لا بد أن محمدا كان رسولا من عند الله. تمت دعوة كيت مور إلى المملكة العربية السعودية لإلقاء محاضرة في علم التشريح وعلم الأجنة في جامعة الملك عبد العزيز، وأثناء وجودي هناك اتصلت لجنة علم الأجنة بجامعة الملك عبد العزيز بكيت مور لمساعدته في إعادة تفسير آيات معينة من القرآن وبعض الأقوال في الأحاديث التي أشارت إلى التكاثر البشري والتطور الجنيني. قال مور إنه اندهش من الدقة العلمية لبعض العبارات التي صدرت في القرن السابع الميلادي. على مدى السنوات الثلاث الماضية عملت مع لجنة علم الأجنة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة لمساعدتهم على تفسير العبارات العديدة في القرآن والسنة التي تشير إلى الإنجاب البشري وتطور الجنين ما قبل الولادة. في البداية أذهلتني دقة العبارات التي تم تسجيلها في القرن السابع الميلادي قبل تأسيس علم الأجنة. عمل كيت مور مع لجنة علم الأجنة في دراسة
مقارنة القرآن والحديث وعلم الأجنة الحديث. قدمت اللجنة ونشرت عدة أبحاث بالاشتراك مع كيثمور وآخرين من تأليف عدد من الأوراق. كتبت أوراق الإسلام أن المجهر الإلكتروني يكشف، على سبيل المثال، يقول القرآن أنه في مرحلة ما يبدو الجنين وكأنه قطعة صغيرة من اللحم يمكن مضغها، ويوافق كيثمور من خلال الموافقة والإشارة إلى المعرفة التي لدينا حول بنية ومظهر الجنين الفعلي، والذي يدخل في الواقع إلى مرحلة حيث يشبه حجم شيء صغير يمكن أن تمضغه الأسنان. ويحكي الدكتور زغلول النجار العالم المصري المعروف في كتابه الذي نهض الله: دعيت مرة لحضور مؤتمر عقد للإعجاز في موسكو، فكرهت في بادئ الأمر أن أحضره لأنه يعقد في بلد كانت هي عاصمة الكفر والإلحاد لأكثر من 70 سنة، وقلت في نفسي: ماذا يعلم هؤلاء الناس عن الله حتى ندعوهم إلى ما نادى به القرآن الكريم؟ فقيل لي: لا بد من الذهاب، فإن الدعوة قد وجهت إلينا من قبل الأكاديمية الطبية الروسية. فذهبنا إلى موسكو، وفي أثناء استعراض بعض الآيات الكونية، وبالتحديد عند قول الله تعالى: ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، سورة السجدة. وقف أحد العلماء المسلمين وقال: إذا كانت 1000 سنة تساوي قدرين من الزمان غير متكافئين دل ذلك على اختلاف السرعة. ثم بدأ يحسب هذه السرعة فقال: 1000 سنة لا بد وأن تكون 1000 سنة قمرية، لأن العرب يعرفون السنة الشمسية، والسنة القمرية 12 شهرا قمريا، ومدة الشهر القمري هي مدار القمر حول الأرض، وهذا المدار محسوب بدقة بالغة، وهو 2.4 بليون كيلومتر. فقال: 2.4 بليون مضروب في 12 وهو عدد شهور السنة، ثم في 1000 سنة، ثم يقسم هذا الناتج على 24 وهو عدد ساعات اليوم، ثم على 60 الدقائق، ثم على 60 الثواني، فتوصل هذا الرجل إلى سرعة أعلى من سرعة الضوء. فوقف أستاذ في الفيزياء وهو عضو في الأكاديمية الروسية وهو يقول: لقد كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من البارزين في علم الفيزياء وفي علم الضوء بالذات، فإذا بعلم أكبر من علمي بكثير، ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا العلم، إلا أن أعلن أمامكم جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم تبعوا في ذلك 4 من المترجمين الذين ما تحدثنا معهم على الإطلاق، وإنما كانوا قابعين في غرفهم الزجاجية يترجمون الحديث من العربية إلى الروسية والعكس، فجاءونا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس هذا فحسب، وإنما علمنا بعد ذلك أن التلفاز الروسي قد سجل هذه الحلقات وأذاعها كاملة، بلغنا أن أكثر من 37 عالما من أشهر العلماء الروس قد أسلموا بمجرد مشاهدتهم لهذه الحلقات. وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكريم والسنة المطهرة والذي عقد في القاهرة سنة 1986، وقف الدكتور كيثمور في محاضرته قائلا: إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم، ولست أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في التطور الجنين، لأن هذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين. وأريد أن أؤكد على أن كل شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره في داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء الأجنة البارزين، علما أن مراحل خلق الإنسان بني آدم التي ذكرها القرآن هي 7 مراحل،
قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون من 12 إلى 14. وقد أثبت علم الأجنة هذه المراحل وصحتها وتطابقها مع المراحل المذكورة في القرآن. وهذه المراحل هي: أصل الإنسان سلالة من طين، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، الإكساء باللحم، النشأة. وقد انتشر فيديو تداول على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية. كان العالم كيث مور نفسه يحدد موقفه من الإسلام في عدة نقاط قائلة: ولدت في أسرة مسيحية وتربيت على احترام كل الأديان. قرأت كثيرا في الكتب المقدسة وأنا مؤمن بأن محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام رسل من الله. اكتشفت بعض الآيات في القرآن تؤكد ما درسته في علم الجينات رغم أنه علم حديث نسبيا. كيث مور أسلم بعد أن تأثر بآيات القرآن الكريم وانطبق عليه قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. توفي العالم كيث مور بتاريخ 25 نوفمبر 2019 في سن يناهز 94 سنة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء إن شاء الله.